أعلم ولادي اللغة الإنجليزية إزاي؟ ده السؤال هنجاوب عليه دلوقتي. في البداية إحنا كمدربين أو ترينر أو معلمات ما بنعلمش الطفل اللغة الإنجليزية في التوقيت اللي إحنا عايزينه، مش في بداية شهر 9 كل الولاد لازم يتعلموا إنجليش، لأ خالص. إحنا عندنا بيئة بتكون ثرية بأدوات التعلم، فالطفل حسب ميوله وشغفه الداخلي بيتوجه للركن اللي هو حابب يتعلمه. إحنا لما بنحط الطفل تحت الملاحظة وبنشوف كل طفل ميوله إيه بنوصل لحاجة اسمها الفترة الحساسة لتعلم شيء ما. لما يجي الطفل في الفترة الحساسة لتعلم اللغة الأجنبية إحنا بندخل بقى نديله لغاية لما يتشبع في الفترة دي. طب أنا هلاحظ إزاي إن ابني الفترة دي مايل لتعلم اللغة الإنجليزية؟ لما يبتدي يسألني على اللافتات اللي مكتوبة على المحلات على سبيل المثال، أو حاجة مكتوبة في كتيب قدامه أو قصة موجودة، أو بيسأل عن حروف اسمه أو حروف اسم باباه أو شكل الاسم بيتكتب بتاع مامته إزاي، فهيبتدي يسألني أسئلة توجهني لأن هو عايز يتعلم لغة أجنبية دلوقتي. طبعا يفضل إن يكون بيتقن لغته الأم. هدفي دلوقتي إن أنا أتكلم معاكم عن إزاي أدخله اللغة الإنجليزية في أقصر وقت يكون بيقدر يقرأ ويكتب. أول خطوة هنبدأ بيها في رحلة تعلم اللغة الإنجليزية هي الحروف، ده البديهي. طيب هنعلم الطفل إيه في الحروف؟ اسمها ولا شكلها أو الرمز بتاع كل حرف ولا صوتها؟ إحنا هنقلل إشكاليات تعلم اللغة علشان يحس الطفل بإنجاز، والأم أو أنا كمعلمة أحس بإنجاز الطفل. إحنا هنعلم الطفل الصوت والرمز. ليه هنعلمه الصوت مش هنعلمه الاسم؟ علشان هو هيحتاج في القراءة أصوات الحروف مش أسماء. فبالتالي كل طفل هنعلمه في الأول أصوات الحروف، خلينا متفقين على كده مع شكل الحرف. هنعلم الطفل الحروف capital ولا small upper case or lower case؟ هنعلمه الحروف الكبيرة ولا الحروف الصغيرة؟ لا، هنعلمه الحروف الصغيرة. ليه يا أستاذة مروة؟ علشان 90% من الحروف اللي موجودة في أي ماتيريال أو في أي كتاب أو في أي قصة هي الحروف الصغيرة مش الحروف الكبيرة. فهنأجل تعليم الحروف الكبيرة لوقت لاحق. في بعض الحضانات بشوف الطفل بيتعلم حرف واحد في الأسبوع، فعشان يكمل أو يتقن 26 حرف فمحتاج 26 أسبوع، فالفترة هتطول، الطفل هيحس بالإحباط ومش هيحس بالإنجاز. عشان كده احنا بنعلم الطفل في نهج المنصوري كل 3 أو 4 حروف مع بعض في الجلسة الواحدة أو في الورشة الواحدة أو في القعدة الواحدة، بناخد 4 حروف. طبعا في مناهج كتير بتنوع الحروف على حسب، يعني في المنصوري في تقسيمة للحروف معينة، في الجولي فونكس في تقسيمة معينة، في بعض المناهج تقسيمة معينة. انت بتبتدي بأي 4 حروف على حسب المنهج اللي انت عايزاه أو على حسب احتياجك. هناخد 4 حروف وهنبتدي نشتغل عليهم بحاجة اسمها درس ثلاثي للمراحل. يعني علشان يتقن ال4 حروف فأنا محتاج أكرر ال3 خطوات دول. هكررهم ازاي؟ بنستخدم حروف خشب، حروف بلاستيك، الكروت. تبتدي ترصي الفلاش كاردز في الأول لكل حرف وبنبتدي نعيد ونكرر ال3 خطوات دول. الخطوة الأولى هي إن أنا أكرر صوت كل حرف وأنا بشاور عليه. الطفل ممكن يكرر وراكي أو ممكن يسمعك بس، دي الخطوة الأولى. ممكن نكرر الخطوة دي علشان الطفل يحاول يربط ما بين الصوت والكارد اللي موجود قدام. الخطوة التانية هي إني أبتدي أسأل الطفل فين الكارت اللي بيدي الصوت كذا، يعني مثلا فين صوت فين صوت فابتدي أسأله عن كل الكروت اللي موجودة قدامي من خلال السؤال عن صوتها وهو هيشاور بس. بعد كده الخطوة الثالثة هي إني أسأل الطفل عن الصوت اللي بيعبر عنه الكارت ده والكارت ده والكارت ده، فيبتدي يحفظ الطفل مع تكرار ال3 خطوات دول
الحروف اللي موجودة قدامي. طيب الطفل اللي قدامي مش قاعد حركي، ما هو عشان كده أنا لازم أكون دارسة أنماط التعلم وأكون عارفة إن كل طفل له نمط غير النمط التاني. في أطفال سمعيين، في أطفال بصريين، في أطفال حركيين، في أطفال بيحبوا يكتبوا فدي read write type. فدول أنماط متعددة، لازم أكون عارفة النمط اللي قدامي. طب لو أنا مش عارفة النمط اللي قدامي يبقى هخلي وسائل التعلم متنوعة علشان الطفل يكتسب المعلومة بأكتر من من طريقة، بدل ما يسمع بس مني أو بدل ما يشوف بس مني، لأ ده يشوف ويسمع ويتحرك ويكتب ويقرأ. هستخدم كل الأنماط مع بعض. فبالتالي ممكن أستخدم الحروف الخشب، ممكن أستخدم حروف بلاستيك، ممكن أستخدم الصلصال، ممكن أستخدم الكتابة على الرمل أو على الدقيق أو على السيراميك. في الصيف ممكن يمسك قلم ويكتب على السيراميك. ممكن يستخدم الألوان، يستخدم الصلصال. ممكن نبتدي نلزق على كل حيطة كارت معين ونقول له يجري من كارت لكارت. ممكن نعمل ألعاب تعليمية بأشكال كتير، ممكن نشوف فيديوهات، ممكن نشوف صور، ممكن نشوف حاجات في الطبيعة بتكون فيها الحرف أو الحروف اللي بنتكلم عليها. مهم جدا تنوع وسائل التعلم. برضو من ضمن الكوكتيلز بتاعت وسائل التعلم بعض المواقع بتعرض ألعاب تعليمية لمجموعة الحروف أو الكلمات اللي انت بتختاريها. في مواقع كمان بتعرض لك شيتس جاهزة انت اللي بتصمميها وانت بتقولي له انا عايزه اشتغل على ال3 4 حروف دول، فيبتدي يعمل لك ألعاب كتابية من خلال انك تطبعي الشيتس جاهزة. فيعمل لك متاهة، يعمل لك توصيل، يعمل لك الكلمة ورسمتها، يعمل لك نقط الطفل يمشي عليها. في مواقع كتير بتعرض الأفكار دي، وخصوصا في أي مادة مش بس في اللغة الإنجليزية، بتديله الحاجة اللي انت هتشتغليها ويديكي أفكار كتيرة للشيتس دي. لو عايزينها اكتبولي في كومنت وأنا أبعت لكم، واستنوني في جزء تاني واحنا بنتكلم عن تعلم اللغة الإنجليزية للمراحل الأكبر عمرا. كنت معاكم مروة.